جمله وحده كانت كافيه باش تزلزل النفسيه ديال لامين يامال، وكتفكروا بالواقع المرير اللي كيحاول ينساه كل مره. الاضواء والشهره والنجوميه عمرهم ما غادي يخليوه اسباني. من بعد ما طرات الهتافات العنصريه في ماتش مصر واسبانيا، العالم كله وقف مصدوم. واخا لامين حاول يطفي العافيه في ذاك البوست في انستغرام، ولكن الحقيقه المره كتبان وبانت في هذا الماتش ديال اتلتيكو ضد البارسا. الجمهور ديال اتلتيكو ما خلى ما قال على لامين، وصفوه باقبح الاوصاف، خلاوه يندم حيت اختار اسبانيا. انا كيرجع بينا الشريط للكواليس ديال الاختيار الصعب. الاتحاد الاسباني عرف كيفاش يبيع لامين الحلم السريع، الالقاب، الشهره والتواجد في اليورو ديال 2024. وفي المقابل كان وليد الركراكي كيهضر باللغه ديال القلب وديال العاطفه والعائله. الجميع حاولت تسوق لامين المشروع ديال مونديال 2030، يعني مشروع بعيد الامد. ولامين كان باقي يلاه كيبان، يعني الاسبان عرفوا يقيسوا ليه الوتر الحساس. دابا بزاف ديال الناس كيقولوا ان لامين يامال ربح الكره فعلا والنجوميه، ولكن خسر الانتماء، وخسر انه يكون وسط الناس ديالو، الناس اللي كيبغيوه ديال بصح. في اسبانيا انت بطل ما دمتي كتماركي وكتجيب الكؤوس، ولكن كترجع مهاجر في اول تعثر. اما في المغرب يقدروا ينتقدوك على اللعب، ولكن عمر شي واحد يقولها فيك خايبه، وعمرهم يخدموا معاك بحال هاد العنصريه اللي كيخدموها معاك الاسبان، حيت ببساطه انت في بلادك. لامين يامال اختار اسبانيا وخذ القرار ديالو، ولكن ما كانش عارف انه غادي يخلص واحد الثمن نفسي غالي بزاف.